بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهاردة هنبدأ روتين. عندي النهاردة يا جماعة تنظيف عميق لأوضتي. اوضتي انا كنت تعبانة الفترة اللي فاتت ومتجاهلاها خالص. مش قصدا، تمام. بس هي اصلا معلهاش يعني ايه، يعني مش بنقعد فيها طول النهار ولا حاجة، بس عايزة تتنضف. انتوا عارفين الصيف والحر، بتبقي عايزة تغيري الفرش، تمسحي الأرض، يعني تفوقي المكان بالتنظيف والمسح وكده. وعشان انا عندي قطط شعرهم، وعشان شعرنا احنا كمان بيتساقط، فتلاقوا الارض فيها شعر وكده. المهم اوضتي بجد كانت محتاجه تنظيف جدا جدا، انا كنت شايفه كده. قمت داخله بقى ايه الاول كده، اول ما صحيت يعني صحي بدري، عملت لي فنجان قهوه، وكمان اشرب المشروب ده اللي هو عاملاه كده، كنت عاملاه من بالليل فاتبقى منه كتير، فعشان اشربه بقى هعمل ايه؟ بشربه بارد، احطه كده كأنه ميه زي الديتوكس كده. فرحت شربته، شربته الاول كده كأنها كوبايه ميه يعني، وبعد كده شربت القهوه. بوريكم بقى الحاجات دي، بنتي الصغيره عاملاها لي من الصلصال، هي اللي عاملاها. شايفين الكياته؟ شايفين الجمال؟ هي اللي عاملاها لي، والله جميله قوي. وبنتي التانية يعني في الوقت بقى اجازه وكده، فبتحب عايزه تتعلم كروشيه، فدولت عملتهم لي برضو زي كوستر كده تحت الفناجين بتاعت القهوه. شايفين الجمال؟ عسل قوي. وعلشان افرحهم بقى حطهم معايا في المطبخ وبستخدمهم. شايفين جمالهم؟ والله العظيم عسل قوي، ربنا يبارك فيهم ويحميهم يا رب. كوسترات كده لسه هي بتتعلم يعني عشان تعمل، والتانية عملت لي اللي هو اللي بالصلصال ده، صلصال فوم، مش الصلصال اللي هو ريحته بترول ده، لا. الاول حاجه بقى طبعا وريت لكم الغسيل. عندي غسيل كتير عايز يتطبق عشان هبدا اغسل بقى. اللي هغيره الفرش السراير ده هغيره، غيرت برضو فرش سراير غرفه بناتي. بس ما صورتهاش يعني. انا بصور الحاجه اللي تخصني، الحاجه اللي خاصه بيا. طبعا دخلت كده، شايفين الشباك؟ عشان الشقه عندي كلها بص على مساقط كده، ده الفيو بتاع اوضتي. والشباك اللي هناك ده بتاع الصاله بتاعتي، بتاع شقتنا يعني. طبعا الدنيا عندي تراب ومبهدله على الشباك ده، انا ما نضفتوش اصلا، لان انا ما يعني الاوضه دي اساسا كانت مقفوله. يعني لما كنت باجي لجوزي الاوضه دي كانت مقفوله، ما كانش فيها اوضه اصلا، ما كانش فيها اوضه نوم. بس بقى عشان ولادي وكده معايا في الاجازه، فجبنا الاوضه دي. كنت بقول لكم ان الاوضه دي كانت مستعمله يعني. آم، وولادي بقى بيناموا، جبنا لهم بقى سراير اللي هي المتر دي، من السوق يعني، من الحراج. والاوضه دي برضك تمام. دخلت بقى قلت بقى اصلي الاول كده ركعتين الضحى، علشان خاطر ابدا يومي كده بشويه نشاط. وعلشان ضوافري بتتكسر يا جماعه وبتتبهدل، ومش عشان ضوافري كمان، انا بعشق حاجه اسمها مانيكير. بالنسبه لي طاقه ايجابيه كده ان انا احط مانيكير، بحب المانيكير جدا جدا. لو طلت ان انا اعلقه كده في السلسله وافضل لابساها اعلقه، انا بحب المانيكير قوي قوي. فقلت بقى احط مانيكير واقرا كده شويه كده في المصحف، وبعد كده اقوم. انتوا عارفين يا جماعه انا اصلا عماله اخر نفسي، يعني عندي طاقه وما عنديش طاقه، تمام. رحت شلت الفرش الاول عشان احط بقى نفسي قدام الامر الواقع. شلت الفرش وحطيته في الغساله. بوريكم الحمام اللي انا منضفاه لسه، مش فاكره الروتين اللي فات ولا لا. كركبه، يعني انا بحط الحاجه وهم بقى يدخلوا ياخدوا شاور ولا اي حاجه ينقلوا الدنيا يعني بيكركبوا الدنيا خالص. ورحت جبت اشيائي اللي هنضف بيها. المكنسه دي كان جوزي جايبها علشان خاطر ينضف بيها الانتريه مكان شعر القطط. بصوا هي ضعيفه، ضعيفه قوي، لانها رخيصه اصلا، ضعيفه جدا. بس قلت بقى ايه، يعني شحنتها ومسحتها ونضفتها وغسلت الفلتر بتاعها وكل حاجه، وقلت هنضف بيها المرتبه كده. كنت غاسله ستاره مع الملايه بتاعه السرير، فالستاره طلعت إيه، حاجات كده مفرولة على الملاية. ولما جيت افرش الملاية مسكت في اللي هو مرتبة التطرية دي. فقلت بقى اما انضفها بالمكنسة، والله هي نضفتها الى حد ما بس مش قوي. لما جيت بقى انضف يا جماعة ولمع السرير، لقيت ان انا عندي اماكن كتير وسخة مش نظيفة، فيها وسخ كبير جدا، يعني الاماكن بوز الدرج ده
عليه وسخ كده لازق. ما هو هي استعمال ناس، الأوضة دي استعمال ناس، وكانت مش نظيفة خالص الحتت دي. قلت لا ليه كده، إن يعني شوية شوية بكتشف الإيدين دي بتتكسر، دايبة خالص خالص بتتكسر. هوريكم دلوقتي انها متقطمة وكانت ملحوزة قوي. مسكت بقى وقعدت امسح اهوت، شايفين ماسك الحاجات دي مش راضية تطلع بسهولة. السيف بتاع السرير ده مسحته، حتت كده من عند الليد اللي كان بينور ده. يعني هي الأوضة متدلعة وكل حاجة وإضاءات وبتاع، بس مش نظيفة. اكتشفت حاجات كتير قوي فيها مش نظيفة يا جماعة. هنا ما كانش نظيف خالص. السرير من تحت من هنا دايب، الخشب بتاعه دايب، بس الحمد لله هي شيك وعسولة ولونها فاتحة، وشايفين دايب ازاي من تحت. هنا كان في تراب كتير وحاجات ماسكة كتير لازقة قوي. قعدت امسح، طبعا انا مسحت قبل ما انا اصور الحتة دي، مسحت كتير. وانا بنضف افتكرت وقلت ما اوريكم انا بعمل ايه في الاوضه. وطبعا المشترك بتاع الكهرباء وال والفيشه اللي احنا عاملينها دي. الاوضه اصلا كمان ما كانش فيها فيش كهرباء، تخيلوا. فاخدنا واصله من التكييف وواصله مش عارف منين، وسلوك ماشيه بقى يا جماعه كتير قوي عشان نعمل فيش كده تبقى قريبه. طبعا حبيبه القلب دي معايا على طول في كل مكان، وبتعشق النظافه، بتعشق النظافه. ليقت انا بقى الملايه البيضه دي مع اكياس المخدات دي، كانت بتاعه سراير البنات، مع مخده من بتاعه اللحاف، وليقتهم مع بعض كده وعملت الطقم ده للسرير. ده مش طقم اساسا، انا مليقاه مع بعضه. مسكت برضو الكنبه، عملتها بالمكنسه كويس جدا، ومسحت بقى الحتت الزوايا دي بالفوطه، ونضفتها خالص خالص بالفوطه علشان خاطر التراب بيبقى داخل فيها. وقعدت انضف فيه. طبعا هو فيه حاجات كتير طبعا، وخيط والحاجات دي من القطط يا جماعه. والله القطط لها مميزات وعيوب، بس مميزاتها اكتر. وكل حاجه تهون، كل حاجه تهون معاهم. انا ما عنديش بقى منظفات ولا حاجه، فبعمل بملمع الزجاج، وهو حلو جدا يعني بينضف. ليه شفتوا بقى انا ليه حاطه مفرش على الترابيزه دي؟ الترابيزه دي منتهيه، منتهيه كده، وعامله لها مفصلات وربطها بالمفصلات والمسامير، علشان هي كبيره قوي ما شاء الله، مربعه وجميله قوي. فحط علينا المفرش القماش عشان هي مبقعه، مبقعه كده من معرفش يعني، من زمان، مش مني والله، مش مني. ومسكت بقى التسريحه، لمعتها برضو بملمع الزجاج كلها. الازاز الاول، المرايه الاول لمعتها، وبعد كده لمعت الخشب بتاعها كله برضو، والادراج وكل حاجه، ووشها كله لمعته يا جماعه. والله كانت فيها حتت فعلا برضو محتاجه تنظيف. كل البوز بتاع الادراج ده كان محتاج يتنضف. هو مش بيبقى واضح لكم في التصوير قوي ان فيها حتت ملحوسه كتير وحتت عايزه تنضف. شايفين هنا برضو مانيكير وحاجات كده كانت فيها، بس طبعا لو قشرتها تطلع بالبوهيه بتاعتها، بالدهان بتاعها. شوفوا هنا بقى ده بيتقطم، اجي امسح كده بيتقطم، بيتقطم خالص. فلازم تتعاملي معاه بحذر علشان تفضل مكمله. اهو شايفين كده، جزء الادراج ده بتاع جوزي، وجزء الادراج اللي على الشمال بتاعي. هنا بقى كنت بوريكم، جبت لها مفرش ابيض اهو. هما كانوا الاربعه مع بعض ب5 ريال، فانا جبت 4. حطيت واحد على التسريحه هنا ابيض، وحطيت الصينيه دي بشويه الحاجات بتاعتنا اللي فيها دي، وحطيت واحد على الترابيزه اللي في النص، اللي هي اللي انا حاطه لها مفرش ابيض قماش ده. وكمان حطيت 2 على الكومودينو، شكلهم حلو قوي كده. خلصت تلميع كل حاجه، رفعت كل حاجه بقى عن الارض. لو طول ارفع التسريحه والكنبه كمان فوق السرير كنت عملتهم، بس بس مش هينفع. سوسو بقى كانت طبعا عايزه تدخل معايا، فعملت لها لا يا سوسو. فهمت بقى ومشيت على طول، عشان الميه فيها معطر ملابس، ومش عايزاها ايديها تدوس في الميه وترجع تنضفها وتلحسها كده فبطنها توجعها. حاولت بقى ان انا، بصوا، اغرق الارض ميه، اغرقها ميه علشان تفوق. حاولت اغرق السيراميك ده ميه. السيراميك طبعا يا جماعه قابب كده من شده الحر. ف مش عارفه هو صح ولا غلط بقى ان انا كنت احط ميه كده، بس انا كنت عايزه الاوضه تشرب ميه. وحاولت على قد ما اقدر ان انا ابعد عن حواف السرير، لان هي دايبه كده، بايشه كده.
فحاولت على قد ما اقدر ان انا ابعد عنهم. وطبعا مسحت كويس كده من تحت الكنبه. بقول لكم عايزه اغرق الارض كلها والزوايا كلها ميه. او شايفين الفيشه اللي معموله تحت عند التسريحه دي؟ واخدينها من الفيشه اللي جنب الباب، من الاكباس بتاعه الكهرباء اللي جنب الباب. زي ما انتوا شايفين كده بمسح الارض وبخليها تلمع، علشان انا عايزه الاوضه تتنفس. طبعا انا كنت في الوقت ده قفلت الشباك وشغلت التكييف علشان الاوضه تنشف معايا بسرعه، لان انا لو سبت الشباك مفتوح هي مش هتنشف، هتفضل عرقانه كده ومن الارض مش هتنشف. كنت بحكي لكم يا جماعه في الفيديو اللي فات او اللي قبله مش فاكره عن شقتي في مصر. ان شاء الله لما انزل مصر واصور معاكم بقى الروتين واحنا بننظف الشقه وبنفرشها هتعرفوا انا بقصد ايه من ان الشقه صغيره، وان انا مش عارفه اعمل للبنات حاجه في اوضتهم ولا ابني اعمل له حاجه في اوضته. واوضتي انا كمان صغيره، يعني اوضتي يا دوبك واخده الاوضه اوضه النوم بتاعت فرحي، فهعمل ازاي في اوضتي ليهم؟ وانا كمان يعني انا كمان محتاجه اوضتي، يعني انا اوضتي كمان فيهاش ادراج، هي التسريحه فيها 3 ادراج صغيرين جدا، يعني هاي لمان كده على الفاضي. الاوضه بتاعتي اسمها الدفايه لو تفتكروا الموديل ده، لو تعرفوه هتعرفوا ان هي ما فيهاش ادراج، والدولاب مرصوص كده كام رف وخلاص. يعني بجد يا جماعه، الواحد اللي ما يعرفش يعني يستغل وهو بيعمل عفشه ويعمل فيه حاجات للمنظمات، حتى لو انت عروسه اعملي، هتحتاجيها بعدين، انت مش هتعملي كل يوم. فبجد انا زعلانه جدا على اوضه بناتي، بجد ان صعبانين عليا. انا طبعا هنا شطفت الشرشوبه كده ونشفتها وبدات الم الميه بقى من الاوضه كلها. شايفين دي تاني دور مسحتها تاني وتالت لحد ما لمعت خالص ونشفت خالص اهو. بوريكم بقى اتنفست والله العظيم. وحطيت المفرش ده على القطيفه بتاعه الكرسي عشان هي مش نظيفه فقرفانه منها، فحطيته عليه عشان يبقى ايه يعني متلم، يعني ما لحد ما اجي استخدمه او جوزي يحط عليه شنطته او اي حاجه يبقى شكله نظيف. والبتوع دول بزقهم كده عشان بيقعوا اهو. الانوار كده عشان اوريكم شكلها. شايفين بقى سوسو تتطفل بقى على الاوضه بعد ما نطفت، بتعشق النظافه. بجد كانت مريحه نفسيا قوي بعد ما اتنضفت. الحمد لله يا رب، الحمد لله. طبعا انا عندي لسه بقيت شغل الشقه. رحت لميت بقى الغسيل علشان هغسل بقى وهنضف المنطقه دي كلها، هكنسها كويس قوي، هكنسها بالمكنسه. عايزه احرك الفريزر ده والقوارير بتاعه الميه، العبايات دي هعلقها على شماعه لان ما عنديش هنا مكوه في الشقه دي، ف هدخلهم عليهم على طول على الشماعه يعني. وطبعا سايبه التراب ده هلمه بالمكنسه. طبعا انا ما استخدمتش المكنسه من بعد ما غسلتها ونضفتها لو تفتكروا معايا في الفيديو اللي فات. كل ده هيتشال ويتكنس مكانه ويتمسح، علشان انا ما شلتوش من يوم ما جيت. بعد ما رتبت الشقه وعملت بالمكنسه المره اللي عملت فيها ما عملتش. وده درج الشرابات بتاع جوزي، رحت حطيت فيه الشرابات اللي ملماها من على المنشر. وهنا اهو شلت بقى كل حاجه وتخرت كل حاجه. والفريزر حركته برضو عشان انا بخاف من الفريزر ده لان صوته عالي قوي، وانا بصراحه بخاف لا يحصل له حاجه. فحركته كده شويه وكنست من تحته ومسحت، وبعد كده زقيته رجعته مكانه ورجعت كل حاجه مكانها. وهنا بقى شلت السجاده اللي انا حطاها، حته السجاده اللي حطاها دي، وقلت بقى اغسل الحوض. انا بابا حط حته اسفنجه كده، هي دي اللي باقيه عندي من السفنجه السحريه دي اللي باقيه عندي. قلت هغسل بقى الحوض. الصابون طبعا بتاع الايدين ده مش حلو، وانا زي ما بقول لكم ما عنديش منظفات، فبستغله في ان انا اغسل بيه الحوض. بدأت اغسل كده كل حاجه والحنفيه، ومش عارفه ليه بيطوسوا كده والله يا جماعه، مش عارفه. ما بحبش الشكل ده خالص، بحب الشكل التطويس ولا الشكل اللي باهت ده، ما بحبوش ابدا. طبعا السفنجه معذباني شويه وانا بغسل، بس انا قلت ليه هغسل بقى كمان الحوض الاول علشان
همسح الارض، فلو بعد ما امسح الارض رحت اغسل الحوض هيبل تحته تاني، فقلت لا، عشان لو وقع ميه ولا حاجه امسح على طول. وعشان تعرفوا ليه انا حاطه هنا حته سجاده، عشان جوزي لما بيجي يتوضى، لما بيجي يغسل بيوقع ميه، فالسجاده تشرب الميه دي. وادعوا لنا بقى ان نصلح الحمام، لان الحمام ده ميته ضعيفه وريحته مش حلوه خالص. الحمام ده بجد مضايقني قوي. الحمام ده اللي جنب الاوضه وحش، ومش حابه ريحته ابدا، ونفسي الميه فيه تبقى شديده عشان الميه تمشي فيه، لان ميته ضعيفه قوي ووحش خالص. غسلت اهوت كويس، وطبعا عادي بشطف بقى براحتي، والمرايه كمان لمعتها كويس. وحطيت بقى السكراب ده اللي انا كنت جايباه من ابو 5 ريال، حلو تمام، ماشي حلو. لكن الغسول ده وحش قوي، وحش، ومش بينشف قوي البشرة، ووحش خالص يعني. بصراحة ما مش هكرره تاني يعني، انا ركناه امانة يعني لما بكون خارجة ولابسه سليبر ولا حاجه مثلا مفتوح، وخرجنا ورجعنا، بحب اغسل رجليا يعني، تمام، فبقوم غسلها بيه، ما بستخدمه لوشي خالص يعني. رجعت السجاده اهو، بعد انا كنت عاملاها بالمكنسه طبعا، رجعتها كده ورشتها معطر، معبيه انا ازازه من منعم الملابس ده مع ميه، فبرش منه بقى كده، بعطر بيه المكان يعني الى حد ما. وكده خلاص الاوضه بتاعتي تمام، وقدامها تمام. هندخل بقى نكمل في الفيديو الجاي الروتين بقى، بقيه الروتين بتاع اليوم وتنظيف الصاله ان شاء الله. ما تنسوش بقى لايك للفيديو، كومنت، ومع الف سلامه.